النحافة وراثة عشان 5 حاجات. النحافة مش وراثة عشان 5 حاجات. النحافة وراثة عشان بالفطرة البنت ينفع تكون نحيفة عشان باباها وعمتها رفيعين، عشان كده بتطلع معرقبة زي عمتها. فاكرين صح؟ بتقولوا كده في العيادة. فكل واحدة عندها بنت اخوها رفيعة تعرف ان هي بتقول عليها كده لو هي رفيعة زيها، عشان ابقى خلصت ضميري قدام ربنا. النحافة وراثة عشان حضرتك طلعتي بتورثي جين بيقول ان حضرتك هتفضلي رفيعة طول عمرك، فحضرتك صدقتي الحكاية وما بدأتيش تاكلي وبدأ يحصل مشاكل في معدتك. حضرتك طول الوقت ما عندكيش ثقة في نفسك عشان انت رفيعة، فبدأتي نفسيا تبقي مش كويسة، فبدأتي تخسي اكتر عشان انت نفسيا مش كويسة. فلما الميزان نزل اكتر فحضرتك زعلتي اكتر فخسيتي اكتر، فزعلتي اكتر فخسيتي اكتر، كنت السبب في انك بقيتي نحيفة اكتر بكتير. كمان بحكم ان حضرتك اغلب الوقت مش بتهتمي بالاكل عشان ما عندكيش ثقة انك هتتخني، فبدأت معدتك تقفل واحدة واحدة، فكأنك حالة دايت كانت تخينة وخست عادي، فكان وارد ان وزنك يزيد في مرحلة معينة من السن اللي انت بتوصلي له، خصوصا سن البلوغ. لكن حضرتك استسلامك بانك هتفضلي نحيفة زي باباكي او مامتك او عمتك او اي حد من عيلتك، ففضلتي تستسلمي للامر الواقع، ففضلتي تخسي اكتر. كمان حضرتك مش بتعملي حاجة صح من اللي تخلي جسمك حلو، يعني حضرتك مش بتاكلي صح ومش بتشربي صح ومش بتنامي صح ومش بتتحركي صح، وكمان مش بتفكري صح وبتسلمي نفسك لمخك، فهو اللي اذاكي، بدليل انك دلوقتي فعلا بتقولي عندك حق في كل اللي بتقوله، عشان ده اللي بيحصل معاكي بالظبط. النحافة مش وراثة عشان ناس كتير جدا وزنها زيادة وولادهم رفيعين جدا، وناس كتير رفيعة جدا جدا وولادهم وزنهم كتير جدا. سلوك الحياة اللي حضرتك عايشه هو المتحكم الاول في انك توصل لل100% من اللي انت عايزه. لو انت عدلت حياتك وبدأت تنظم خطواتك وبدأت ترتب حياتك، هتحقق كل امنياتك. الكون كله بيتلخص في 5 حاجات اسمهم الاساسيات ال5 للاشخاص الناجحة من اجل الوصول لحياة راقية، عشان ما نروحش لدكاترة. واللي علمنا كده اجدادنا، لما كانوا بيتعبوا زمان كانوا بيتعبوا بعد سن ال70 وبياخدوا واحدة ريفو من السوبر ماركت مش من الصيدلية، الدكان بتاع زمان، وكانوا بيخفوا، اللي كان ال10 ببلاش ده، فاكرينه؟ ايوه، ناس كانت بتعمل كل حاجة صح فجسمها كان 100% صح. ناس كانت بتنام 10 بالليل وتصحى 6 الصبح. ناس بتشرب 3 لتر مية او اكتر في اليوم وما كانش فيه بيبسي وشيبسي وعصاير. كمان ناس كان بتاكل 3 وجبات، فطار غدا عشاء، وبتفطر اول ما بتصحى من النوم، وبتتغدى في نص اليوم، وبتتعشى في اخر اليوم. وكمان كانوا بيعتمدوا على ايديهم ورجليهم في حركتهم، فكانت الكتلة العضلية كويسة، وكميات الاكل معتدلة وكويسة، وكمية المية كويسة، والنوم كمان مظبوط. وكانت عقولهم مشغولة طول الوقت في ان هم يجيبوا قوت يومهم عشان يعرفوا يكملوا حياتهم. ما كانوش طول الوقت نايمين على السرير وعمالين يفكروا في ان هم هيصنعوا المستحيل ومستنيين في الاخر ان جسمهم يبقى جميل. فالنحافة مش وراثة ولا جين، انت اللي عندك فرصة انك تبقى رفيع او تخين، بس حضرتك تحقق الروتين في انك تشرب مية وتنام بدري وتتحرك كتير وتشوف شمس وتاكل اكل صحي وتقسم اكلك على كذا وجبة، فكده جسمك هيبقى حلو ومش هتبقي معرقبة زي عمتك. اشوفكم في فيديو جديد، ومنشن لعمتك وبنت عمتك.